كيف ترى المستقبل القريب على الاقل في مصر؟ حضرتك كنت كاتب مقال، انا هخرج عن المذكرات وبما اننا بنتناقش في الفصول الاخيره يعني. حضرتك كنت كاتب مقال تتخيل فيه شكل فريق يدير الامور في مصر كويس في الشروق اول امبارح. حسيت انه نعم يا فندم؟ الشروق النهارده. الشروق النهارده انا قريته امبارح بالليل. قريته امبارح بالليل. قريته امبارح بالليل. شايف ان ده ممكن فعلا ان يبقى عندك حد زي الفريق اول عبد الفتاح السيسي في مكان، ويبقى عندك حمدين صباحي في مكان، وعمرو موسى في مكان، ربما دي برضو احتفاظ بفكره، معلش ما تزعلش مني، تكون ورديه على الواقع اللي احنا عايشين فيه ده. هي ورديه طبعا حقيقه، انا بقول انها مثاليه حتى. هي المشكله في الوضع اللي احنا فيه كما اراها يعني، انه المزاج الشعبي العام في تناقض شديد جدا بين طموحاته. المزاج الشعبي العام دلوقتي يميل الى دوله مستقره امنه فيها استثمار وفيها وفيها وفيها، وفي نفس الوقت عايز يحقق اهداف الثوره. مزاج يهدف الى الاستقرار من ناحيه والثوره من ناحيه اخرى. ازاي تجيب فريق يجمع ما بين النقيضين؟ انا طبعا شايف التركيبه الحاليه في الحكم، شايف فيها تركيبه مثاليه. المستشار عدلي منصور اعتقد انه ادى واجبه على خير ما اتصور انا على الاقل، ومكانه الفريق السيسي محفوظه كرمز لبى مطالب الناس في 30 يونيو. وشايف ان دي لو كانت استمرت عده سنوات، استمرت لفتره لعده سنوات، خلينا نقول لسنه او اتنين حتى كما هي، انما طبعا ده صعب التحقيق، وصعب التحقيق مبدئيا لانه المستشار عدلي منصور زاهد جدا في الحكم، وسمعنا منه الحكايه دي بشكل نهائي. الناس اللي خايفه على تحقيق اهداف ثوره 25 يناير عايزه ضمان من الضمانات، وعايزه برضو رجل دوله يتولى الحكم. انا الحقيقه عايزه كل حاجه مره واحده، عايزه كل حاجه مره واحده. انا طبعا كون الفريق السيسي يبقى رئيس الدوله، انا مش شايف انه ده الفكره الاسلم. مصر في حاجه الى رئيس مدني، مع انه لا اعتراض علي عندي على الاطلاق على ان يكون هناك رئيس عنده خلفيه عسكريه، انما افضل بلا شك انه يكون رئيس مدني، وافضل ان احنا ننحي الجيش جانبا بعيدا عن الصراعات السياسيه. يعني لو تولى الفريق السيسي رئاسه الجمهوريه في الوقت الحالي، مشاكلنا الاقتصاديه بالذات مشاكل كبيره ومش هتنحسر بسرعه. ما هو الفكره في الداعم لفكره ترشحه او لراي ترشحه، لانه عنده هذه الارضيه من الشعبيه عند المصريين، فيكون قادر على انه يتخذ قرارات يتقبلوها منه وما يتقبلوهاش من حد غيره. ولو كنا شفنا بشاير لدي بعد 30 يونيو، انا اعتقد ان تاريخ 30 يونيو ده كان جدا مهم بالنسبه لنا. كان في زخم شعبي يعني غير مسبوق. ما طلعش من بعد 30 يونيو ده، انا كنت بتصور بعد 30 يونيو هيكون عندنا مشروع وطني كبير يلم الناس كلها حواليه. ما استغلناش حماس الجماهير الكبير بمختلف القطاعات يوم 30 يونيو، واستغلناه في ان احنا ندفع الامور. يعني احنا جايين بعد 6 اشهر النهارده وبنقول نعمل. ما هو نفس الحكايه حصلت برضه، نفس المشكله دي حصلت بعد 25 يناير، لانك بالظبط بعد 25 يناير وبعد 30 يونيو انت ما زلت لم تبني نظاما سياسيا صحيح. لان